شوفوا هذه بشرتي قبل 5 سنين وهذه بشرتي الآن. حعلمكم الأسرار حقتي والروتين حقي اللي مرة بسيط، اللي خلاني أقدر أحافظ على بشرتي لمدة 5 سنين بهذا الشكل. قبل ما نبدأ منتجات أو أي شيء أبغاكي تركزي في إيش الأشياء اللي أنت قاعدة تستهلكيها. في ناس مثلا تطلع لهم حبوب من الأجبان، الألبان، هذه الأشياء، فأنتوا شوفوا إيش الأشياء اللي أنتوا كل ما أكلتوها زادت حبوبكم. هذه أول خطوة وأهم خطوة. ثاني شيء، إذا جينا للمنتجات تحتاجي إن يكون عندك غسول ينظف الوجه بس بدون فلسفة. أنا أكره الغسولات اللي تدبق على البشرة. الغسول اللي أنا حاليا قاعدة أستخدمه مرة حلو هو هذا الغسول من ميكسون. الحلو فيه انه ما في فلسفه كثيره، ينظف الوجه مره كويس، يحسي كذا انه حتى لما تغسل وجهك تحسي وجهك كذا منور، في نفس الوقت الوجه ما يدبق وفي نفس الوقت ما تحسي ان وجهك ناشف. اسمه سنتيلا كلينزينج فوم. اوكي، ثاني خطوه وهذه انا اعتبرها واحده من الخطوات اللي جدا مهمه، هو ان تستعملي تونر. استعملي تونر يناسب المشكله اللي انت عندك. فشيء مره كويس هو هذولا السيرومين الاثنين من برضو ميكسون، وهذا سحر للترطيب اذا حابه ان ترطب بشرتك من الاعماق. المنتج الثاني هذا مره كويس ومره ممتاز للناس اللي عندهم بشره حساسه، بشرتهم تتهيج. فيه بس 3 مكونات، ينفع حتى للاطفال، ينفع للحوامل. اخيرا وليس اخرا استعملت كريم مرطب، اكيد هذا اهم خطوه. الكريم هذا اسمه بين كريم، انا الحين حاطته على وجهي. زي ما انتم شايفين البشره ما تحسوها انها مدبقه وانه فيها شيء، ومع انه انا كنت احسب انه بشرتي دهنيه في هذاك الوقت، عشان كذا ما كنت استعمل كريمات مرطبه، وكنت اخاف انه اذا استعملت كريم انه البشره تصير فيها حبوب اكثر. لكن طلع انه بالعكس، اذا انت بشرتك دهنيه مفروض ترطبيها عشان دماغك او بشرتك ما تحسب انه هي جافه وتفرز دهون اكثر.